سيد حميد شجني المحلل السياسي. سيدة شجني، أهلا بك ومساء الخير. شكرا على قبول الدعوة. من وجهة نظرك، هل اتضحت الصورة بشأن مشاركة هذه الحكومة اليمنية من عدمها في محادثات الكويت؟ والله آخر التصريحات التي من الرياض تفيد بأنهم ممانعين من الذهاب حتى يحصلوا على ضمانات من الوفد الآتي من صنعاء. وهذه الضمانات في العادة تؤخذ كورقة للمراهنة على الذهاب من عدمه، و أغراض أخرى. لا يخفى عليكم وعلى السادة المشاهدين أن بداية المحادثات تغيب عنها وفد الحوثي وصالح في حينه، ذهب وفد من سلطنة عمان ومن موسكو لإقناعهم، وفي الأخير اتجهوا إلى الرياض. في البداية والنهاية ما هي جدوى هذه المحادثات إن لم يكن هناك من صدق نوايا جدول زمني معين لكي تحل هذه المشكلة. فالمحادثات في حد ذاتها هي عبثية، إذا تم مجرد التقاء الطرفين والانفصال فيما بعد وإلقاء المسؤولية على بعض. في الجانب الآخر عدم ذهاب في وفد الرياض إلى المحادثات سيوضع كثير من علامة الاستفهام في الداخل عليه وفي الخارج أيضا، لأنه جماعة الداخل دائما أو مغتصبي السلطة في الداخل دائما يتهموا جماعة الرياض بأنهم إمعات، وأنهم محسوبين على السعودية، وأنهم على وما إلى ذلك. وفي المقابل نجد جماعة الرياض تتهم أو ما يدعوا بمدعي السلطة في الرياض يتهموا جماعة الحوثي وعلي صالح بأنهم لا شأن لهم في قيادة البلد، وأن إيران هي من تقوم بقيادة البلد بشكل أو بآخر. أنا أعتقد أن الجانبين فقد مصداقيتهم، وأعتقد أن ولد الشيخ الآن أطروحاته شبه جيدة، بحيث يكون هناك في إيجاد حكومة قد تكون حكومة تكنوقراط، قد تكون حكومة اتفاق، قد تكون سميها ما شئت، كي يتم عملية تطبيق القرارات الدولية. لأن القرارات الدولية ليست عبارة عن جنينة يجب نقلها من مكان إلى آخر. القرارات الدولية هي ما يجب تنفيذه على الأرض، وتنفيذه على الأرض يجب أن يكون هناك حكومة لها كامل الصلاحيات، لا لا تخضع لأي ضغط من أي جهة أخرى، تدعمها الأمم المتحدة، وهذا ما سيؤدي إلى حلحلة الوضع وإيجاد الحل. أشكرك جزيل الشكر من أكسفورد السيد حميد شجني المحلل السياسي.